سلام عليكم، ازيكم؟ في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ازاي نعمل ماسك على صورة او على سوليد او على فيديو او على اي حاجة احنا مدخلينها على الافتر افكت. لكن لما بنحب نيجي نعمل ماسك على شيب لاير بيبدأ ان هو يرسم لنا شيب جوه الشيب لاير. الموضوع ده حله بسيط جدا وهنشوفه دلوقتي حالا، يلا بينا. زي ما احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات، لو انا حبيت اجي هنا عند حرف الالف وهدوس بس سولو عشان اشوفه لوحده مع الباك جراوند برضه، وعاوز اعمل ماسك وليكن على الجزء ده بدون التطويله دي، فهدوس كيو من الكيبورد او اختار من هنا واختار الحاجه اللي عاوز اعمل بيها الماسك. فلو دوست من هنا ريكتانجل تول ووقفت على اللاير بتاعتي وسحبت كده هيبدا ان هو يعمل لي ماسك على حرف الالف. طب لو انا شلت السولو من على اللاير دي وخليت السولو على حرف الالف برضه بس اللي هي متحوله لشيب لاير، واخترت من هنا برضه ريكتانجل تول وبدات اعمل كده، هيبدا ان هو يرسم عندي شيب فوق الشيب لاير. ليه؟ لان اللاير بتاعه الشيب لاير ممكن يترسم فيها اكتر من الشيب لاير، والديفولت بتاعها ان انا لما بختار ان انا اعمل ريكتانجل او دايره او اي حاجه بتتعمل هيعمل لي الشيب اللي انا مختاره فوق الشكل اللي عندي. الحل بسيط جدا وهو في العلامتين دول. الطبيعي ان هو دي بتعمل الشيبس او كريت للشيب. لو انا واقف على سوليد زي دي كده دي بتبقى مش متفعله لان هو هيعمل لي ماسك، لكن لو انا واقف على شيب لاير بيخيرني ما بين ان انا اعمل شيب او ان انا اعمل ماسك فوق الشيب. فلما بدوس كده وبختار ان انا عاوز على الجزء ده بس بيبدا ان هو يعمل لي على الجزء ده بس. الفيديو خفيف وبسيط لكن دي مشكله بتقابل ناس كتير، واغلب الناس ما تعرفش ان انا ممكن اعمل ماسك فوق الشيب لاير، لان انا ساعات بحتاج اخفي حاجه من شيب موجوده، او ان انا عندي شيب معينه عاوز اقسمها لجزئين فبعمل دوبليكيت وبقسمها وبعمل ماسك. طبعا خصائص الشيب لاير بتخليني ان انا ملجاش للحل ده كتير، لكن احيانا بعد ما بخلص الشغل بلاقي نفسي محتاج ان انا اعمل حاجه زي كده، او ان انا من الاول محتاج اقسم الشيب بتاعي لاكتر من حاجه بدل ما ادخله واخرجه من اول وجديد. المشكله دي كانت بتقابلني كتير وعرفت حلها من فتره طبعا، لكن انا عارف ان هي بتقابل ناس كتير فيكم. اتمنى ان انا اكون فدتكم. شكرا يا اصدقاء، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.